ايه اكتر حاجة مخيفة او مقلقة للناس بالنسبة لجراحات السمنة؟ في مخاوف كتير للناس بالنسبة لجراحات السمنة، والفكرة كلها هل هي فعلا الحاجات دي تستدعي الخوف والقلق الزايد من الناس او لا؟ النقطة الاولى، في ناس بتبقى متخوفة جدا من نقطة التخدير، ودي نقطة في غاية الاهمية لان هو دي حاجة اساسية لسلامة العملية. بالنسبة لنقطة التخدير، احنا بنحاول دايما نعمل اسسمنت للمريض قبل اجراء العملية، سواء كان على مستوى اي امراض مزمنة بيعاني منها، اي مشاكل صحية مصاحبة لزيادة الوزن، او اي مشاكل صحية قد تكون مشاكل في القلب أو مشاكل في التنفس. ولو لقينا إن في أي خطورة من إجراء العملية على المريض، بيتم تعديل النقط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل إجراء العملية. الحاجة التانية إن احنا بنعمل تحاليل شاملة قبل العملية، بنطمن بيها على كل حاجة قبل إجراء العملية، ودي من الحاجات اللي بتزود من أمان العملية. بالنسبة للنقطة التانية اللي هي نقطة المضاعفات الوارد حدوثها بعد العملية، دي نقطة طبعا بتكون مخيفة لنسبة كبيرة من المرضى. احنا عندنا نقطتين مهمين، هي نقطة التسريب ونقطة النزيف. احنا الفكرة كلها ان المضاعفات الوارد حدوثها من السمنة في حد ذاتها هي اكبر بكتير جدا من المضاعفات الوارد حدوثها من العملية. بمعنى ان الشخص ممكن يعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، او مشاكل زي ارتفاع في سكر الدم، او تصلب الشرايين، او ارتفاع الدهون في الدم ودهون الكبد اللي ممكن تؤدي بدورها الى حاجة زي تليف الكبد. دي كلها حاجات مخاطر للسمنة، واحتماليات حدوثها اكبر بكتير جدا من المخاطر اللي ممكن تكون مصاحبة لإجراء العملية. وعلى الرغم من إن احتمالية المضاعفات دي قليلة جدا، ولكن اختيار المستشفى إن هي تكون مهيئة للتعامل مع مضاعفات زي كده، ده بيكون عامل ضروري جدا ومهم جدا لأمان المريض بعد العملية.